حصنت نفسي بالحصن الذي أسسه الله، سوره لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله، حيطانه سلام قولا من رب رحيم. أنا الأسد سهمي نفد منه المدد، لا أبالي من أحد بفضل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الذين إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أقرأ 7 مرات. وبعدين فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. بعشق أغاني رمضان، تحفة، بموت في أغاني رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. طبعا أنا مش منتظمة في تنزيل الفيديوهات، بس ده غصب عني، لأن طبعا بيبقى في مثلا ايه، يعني مثلا طبخت طبخة بيبقى في أكل منها بيت 2 و3 أيام و4 أيام. والله أنا ما اكذبش عليكم، أنا كنت عاملة سمك مشوي 5 يوم رمضان، وفضل معايا 6 يوم، والنهارده 7 يوم. يعني احنا النهارده واكلين من السمك المشوي اقسم بالله. والحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا. فعشان كده بقى طبعا ما كنتش بعرف انزل فيديوهات باستمرار، عشان مش هقعد اعيد لكم الطبخه مره واثنين وثلاثه واربعه، فما ينفعش. فطبعا هنا قلت بقى حبيت اغير لكم كده واشجعكم كده بالروتونات الحلوه بتاعتنا. قمت النهارده الصبح لقيت الجو جميل والشمس طالعه والجو كان تحفه النهارده. فقلت انا هطلع اللحفه بقى واطلع البطاطين وهو بقى ايه اوضه الاطفال وكده. هنا بقى كنت انا بطلع اللحفه اهي، طلعتها بقى لقيت الجو شمسي كده وحلو، بقت فرحانه قوي النهارده الجو كان جميل جدا، كان تحفه بجد. هنا بقى اسفه على شكلي ومنظري، مش عارفه انا كنت عامله كده ليه اصلا، بس هو باين ده تقصير الصيام، فده غصب عني سامحوني. هنا طبعا يا حبيبي هي الشقة اصلا بتبقى نضيفة والله يا جماعة، بس يعني الاولاد ربنا يهديهم بيبقوا صعبين شوية. يعني مثلا لو انا لسه مروقة الحتة بيخلوها زفت وطين، بيبقى شكلها زبالة. لو انا لسه منضفاها بيخلوها زفت. انا قمت من النوم طلعت اللحفة بره والبطاطين، وعملت لطقم السراير كده زي ما انتوا شايفين. كنت فرشة اللطقم القطيفة دول، طبعا عايزة اشيلهم برضو صبنهم، بس مستنية كده. هو المفروض كنت انا عملتهم النهاردة، الجو النهاردة كان جميل بصراحة، بس ما كنتش اعرف ان الجو هيبقى عامل كده. فانا قلت بقى ايه اخليهم في يوم كده لوحده، ما يكونش عندي بقى هدوم للتصبين وكده، انا عاملهم لوحدهم كده ما يكونش معاهم حاجة، لان على فكرة غسلهم مش سهل، يعني بيبقوا تقال وكده فبيبقى صعب يعني. وكمان انا غسلته صغيره ما بتعصرهمش، يعني بسيبهم كده بحطهم على البانيو لحد ما ينشفوا، لحد ما يصفوا خالص. شوفوا بقى منظر الصاله عامله ازاي من عيالي مخليينها زفت. انا كل يوم باخد عهد على نفسي ان انا اصحر وانيمهم واقوم ماسكه الشقه مروقاها، بس جيت ابص لقيت ان انا بروقها زي ما بروقهاش الاتنين واحد، بيبهدلوها اخر بهدله، وبصوا بتبقى زفت. هنا طبعا هنا كنت بروقها معاكم، كنت انا ماسكه التليفون بايد والله وبروق بايد، بس جيت ناديت على مكة علشان طبعا اعرف اظبط الدفايات. هنا يا جماعه انتوا هتقولوا انت حاطه حته لون وحته لون، انا حاطه دفايتين بس مش مقصوصين، خساره ان انا اقصهم لان دول بتوع السراير. فانا حبيت ان انا الركنه بتتوسخ مني بطريقه فظيعه بسبب الاولاد، فانا قلت طالما عندي دفايات من دي من اللي هي الفرداني اعملهم كده يبقى جزء راجع لورا من على الركنه وجزء متغطى على الركنه من هنا كده مفروض يعني. وكان عندي الحتتين دول كانوا مقصوصين من زمان عندي، فطبعا الدفايتين ما هماش واخدين حجم الركنه كله، ما شاء الله الركنه كبيره فمش واخده الحجم كله. فانا قلت طبعا طالما هما كده بقى انا هقوم عاملهم زي ما انتوا شايفين كده. جبت حتتين عملتهم شكل بعض كده ودفايه كبيره كده ودفايه كبيره كده. لو كان عندي واحده تالتة نفس الالوان دي كنت حطيتها معاهم، بس المشكله ان انا ما عنديش الا 2 و2، يعني انا كنت حاطه 2 قبل دول، بس الاولاد عكوم وكده صبنهم وانشروا وحطيت دول مكانهم. بس هي والله كدفاية بتبقى حلوة وبتنضف عليكي كتير، لان الاولاد طبعا بتعكعك واللي بيوقع شاي واللي بيوقع مية وبيخلوها زفت بصراحة يعني. فهي بصراحة يعني
بتريح الواحدة كتير ان انت تحطها كده، تشيلها تنفضيها، وقع عليها حاجة هتشيلها تغسليها هتبقى خفيفة. لان الركنة طبعا عشان احنا في الجو اللي احنا فيه ده انا بغسل الركنة على طول، بمسكها اغسلها كلها بالفرشة والبريل والاريال والكلام ده، بقوم عاملاها كلها. بس طبعا عشان الجو مش حلو ويوم حلو ويوم وحش، فالواحدة بتخاف تعملها عشان ما تعفنش او تعمل عفونة، علشان الجو برضو ماهوش صيفي قوي، فهي ما تتعمل في الصيف احسن من الشتاء بكتير. هنا طبعا كنت انا برضو بظبط المخدات دول كده، مخدات فرداني كده، كانوا عندي مخدتين كبار وانا عملتهم مخدات صغيرين كده يبقوا للركن حد قاعد كده يسند عليهم ولا ينام عليهم او كده. والله يا جماعه يعني انا هي الشقه ما فيش فيها حاجه، انا روقت مكان الاولاد، لان الاولاد والله ما بيسيبوا حاجه مكانها، ربنا يا رب يهديهم. ما بيسيبوش اي حاجه انا حطاها مكانها. يعني حتى صيام قبل الصيام في الايام العاديه والله ببقى كده. وانا من النوع اللي بخاف حد يخش عليا، يعني انا بخاف مثلا اكون مثلا الشقه مقلوبه وحد يقوم داخل عليا في الحته دي، بتضايقني او بزعل قوي لما حد يخش لي والشقه مثلا مش نظيفه مش مترتبه، فالحته دي بتضايقني. هنا طبعا كنت انا مولع بخور امبارح، والبتاع بتاع البخور وقع على المفرش، فانا هشيل الوقت انفضه وهاجي افرشه تاني. المفرش ده جميل اوي، المفرش الجلد ده كنت انا جايباه بقاله النهارده معايا 3 سنين او 4 سنين. كنت انا جايبه حته كبيره كده بالمتر، وكنت قص حته للترابيزه الصغيره اللي هي بتاع الركنه دي، فانا غيرت المره دي قلت انا هحطها على البر، والحته التانية اللي هي القماش تتحط على الترابيزه. اهلا رمضان بقى والحاجات دي كلها كنت انا جايباها السنه اللي فاتت، والمبخره اللي انا بخر بيها الشقه دي برضو كنت انا جايباها السنه اللي فاتت، يعني انا كنت جايبه الواحده ب60 جنيه، النهارده هتعدي هتبقى غاليه اوي النهارده. هنا طبعا كانت الشقه نضيفه عشان انا دايما بشيل المفارش وبكنس وبسيق، يعني ما برتاحش والله يا جماعه اقسم بالله، يعني ما فيش راحه. واي ست مصريه غيري اكيد هتبقى كده. نفسي والله تكتبولي في الكومنتات وتقولولي ايه رأيكم في الفيديوهات، تقولولي على فيديوهات حلوة نعملها كده يعني. انما انا ما بشوفش اي تعليقات خالص، زي ما تكون الناس بتخاف تعلقلي ولا انا مش عارفة والله. بيتفرجوا عليا في صمت بس ما بيعلقوش ولا لايك ولا قلب ولا اي حاجة خالص. وانا مش هغصب على حد ان هو يعمل لي حاجة، يعني الحمد لله الحب ده من عند ربنا، ولو حد بيحبني هيعمل لي كومنت وهيعلق لي وهيعجب لي، محدش بيحبني عادي ولا في دماغي بالنسبة لي عادي والله يا جماعة. هنا طبعا كنت انا بكنس بالمكنسة بقى، مسكت الشقة كلها كنستها والاوض، لان طبعا انا دايما بشيل المفرش على طول وبكنس وبسيق، فانا قلت هعمل بالمكنسة النهاردة. الكلام ده كله كان قبل الفطار على فكرة. هنا كنت انا خلاص وضبت الصلاة اهي زي ما انتوا شايفينها، بقت زي الفل والله. ما كانت كده، انا كنت مريالكم وهي مقلوبة كان شكلها بشع. هنا طبعا قلت هولع كده بقى شوية بخور كده، نبخر الشقة كده يبقى ريحتها حلوة كده. انا يا جماعة من النوع اللي بحب البخور يكون موجود في البيت، انا بعشق البخور، وبالذات انواع البخور اللي هي القرطاس دي، بعشق البخور ده بجد، البخور ده جميل. هنا طبعا سبتها لما ولعت شوية، وبعد كده بقى اقوم مبخرة بقى الشقة كلها. هنا طفتها اهي، همسك بقى بالمبخرة بقى اقوم مبخر الشقة كده. بخر ان بيتك ربنا يحميه ومفيش اي شر يدخل ليه، واقري آية الكرسي. الحاجات دي يا جماعة بتبقى حلوة اوي في البيت، وادعي ان البيت ربنا يهديه وما يدخلش شر بينكم، ويبعد الوسواس الخناس والحساد والكلام ده، ربنا يا رب يبعدهم عننا يا رب، اللهم امين، وعن كل المسلمين يا رب.
هنا طبعا بخرت الشقة كلها، وكان انا اصلا عندي سمك زي ما انا قلت لكم. السمك واكلاه يوم 5 رمضان و6 رمضان والنهارده 7 رمضان والله العظيم زي ما بقول لكم كده. ما تعرفوش عشان احنا في الصيام السمك تحسه تقيل، مش عارفه في حاجه غريبه بجد. يعني احنا ناكل سمكتين كده وتتلاقينا شبعنا معدناش قادرين نكمل. ده بين تأثير الصيام. انتوا عارفين لو في الايام العادية السمك ما هيقعدش عند اليومين، انما بيطول كده، فدي بتبقى حاجة غريبة، بس يمكن عشان احنا في رمضان. هنا بقى بخرت الشقة وخليتها زي الفل، وبتشوفوا بقى تحطوا اللايك يا حبايب قلبي. هنا بقى كنت انا جهزت السمك، وكان عندي كشري عدس بشعريه في التلاجة، سخنته وطبخته لأمة رز عشان الاولاد، وعملت طبق السلطه والمخلل والكرات، وعملت العصير والفطره. كده كان فطاري جاهز. كنا مستنيين بقى الاذان لان كان القرآن لسه شغال. فدي بقى زي ما انا قلت لكم 5 يوم و6 يوم و7 يوم، يعني النهارده كان اخر يوم للسمك الحمد لله. هنا بقى كنت انا غسلت المواعين وخلصت المطبخ، وكنت بعمل شاي بالقرنفل. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك، تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم يا حبايب قلبي او بتفيدكم باي حاجه. وما تنسوش تحطوا اللايك. هنا بقى بعد ما خلصت المواعين كان عندي شويه عصير فراوله وتفاح، عملت لهم كوكتيل. ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي. باي.